مرحبا بكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا اللقاء الخاص والمتميز مع السيد ناصر عبد اللطيف الفردان رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة السلة. مرحبا بك السيد الرئيس ومرحبا بك على أرض المملكة المغربية. شكرا لكم على الاستضافة. بداية يسعدني ويشرفني باسمي واسم اخواني اعضاء مجلس ادارة اتحاد الامارات العربية المتحدة لكرة السلة بقبول الدعوة الكريمة من قبل رئيس الجامعة المغربية لكرة السلة الاخ خدريس واخوه الاستاذ عبد الرؤوف بن طالب في حضور مباريات بطولة بال باستضافة نادي الفتح الرباطي، وكذلك التوقيع على اتفاقية التعاون ما بين الاتحاد الاماراتي والاتحاد المغربي باذن الله. نعم سيد الرئيس، سعادة الرئيس، لو تكلمنا على هذه الاتفاقية وتفاصيلها والتعاون بين الاتحاد الاماراتي لكرة السلة والجامعة الملكية المغربية لكرة السلة على رأسها السيد دريس شريبي. بداية الاتفاقية هي أوراق، لكن اللي موجود بين المملكة المغربية ودولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة أكبر عن اتفاقيات وأكبر عن الدم واحد ما بيننا وبين المغاربة. الاتفاقية اليوم تشهد أن إن شاء الله بيصير هناك في دورات مدربين بيتم استضافة فيها المدربين المغاربة، دورات الحكام، المباريات، البطولات الودية، الدعم اللوجستي للمحافل الدولية إن كان هناك بيتم في تنسيق بإذن الله تعالى، والكل مكمل بعضه بإذن الله. نعم الحمد لله. المملكة المغربية وكعادتها تستضيف أكبر التظاهرات الدولية والعالمية، وطبعا دولة الإمارات العربية المتحدة دائما سند للمملكة المغربية. كيف ترى الأجواء التنظيمية هنا بعاصمة الأنوار الرباط؟ والله الواحد يشرفه ويكون سعيد لما شاف التنظيم الرائع اللي يضاهي التنظيم الأوروبي ولا يقل عنه. يعني حضرت بطولات كثيرة، حضرت بطولات كأس عالم، نهائي أوروبا، ما يقل عن التنظيم ما شاء الله بفضل السواعد المغربية والقائمين على الرياضة في المملكة المغربية. كيف ترى سعادة الرئيس احتضان وتنظيم هذه التظاهرات في الرقي وتطوير الكرة البرتقالية؟ لا شك 100% أي بطولة بترفع من مستوى اللاعبين المحليين للمستوى الدولي. اليوم المملكة المغربية دعم للرياضة، نتمنى ونشوف إن شاء الله المنتخب المغربي في القريب العاجل في أعلى المستويات وأعلى الترتيب الدولي بإذن الله تعالى. سعادة الرئيس، الاتحاد الإماراتي وكرة السلة الإماراتية بفضل بنياتها التحتية متميزة جدا، أيمكن كرة السلة المغربية أن تستفيد من هذا التطور الذي تعرفه كرة السلة الإماراتية؟ للعلم احنا ننظم بطولة دبي الدولية السنة بنوصل فيها السنة 35 والفرق المغربية كانت مشاركة، بس للأسف البطولة الأخيرة بحكم الرزنامة الدولية تم الاعتذار من الفرق ولا كانوا مشاركين. يعني من 35 30 مرة مشارك فريق من المملكة المغربية، واكثر فريق كان مشارك فريق سلة المغربي مشارك بالبطولة. هل يمكن ان تخلق كأس يعني سوبر بين الامارات والمغرب؟ هذا بنت من الاتفاقية كان موجود، مباراة السوبر الاماراتي المغربي باذن الله بتقام السنة الاولى ان شاء الله، يا اما في المغرب يا اما في المملكة المغربية، وان شاء الله نحضر لها ونعدها وتكون تستاهل السلة الاماراتية المغربية باذن الله. إن شاء الله. نحن مع مكتب مديري جديد للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة على رأسها السيد دريس الشريبي وطاقم المكتب المديري. كيف ترى هذه الحركية الإدارية والتنظيمية في المملكة المغربية؟ والله مثل ما هو موجود في المغرب كذلك في الاتحاد الإماراتي. أنا صار لي سنة حاليا على رئاسة الاتحاد الإماراتي، كنت 12 سنة نائب رئيس الاتحاد واستلمت مهام ومنصب الرئيس قبل السنة. بصراحة خلية موجودة ومبين ما بينهم ان روح الأسرة الواحدة طاغية على أعضاء مجلس الإدارة بحكم أنا وجودي معاهم ثلاث أيام الماضية، والله يوفقهم واحنا خير داعمين لهم. الحمد لله. كلمتك السيد الرئيس للجمهور المغربي ولكل مكونات كرة السلة والرياضة بالمملكة المغربية. الجمهور المغربي حلاوة كرة السلة في المغرب، يعني أنا حضرت بطولات كثيرة في المغرب. اليوم نشوف الجمهور التونسي متواجد خلف الفريق الافريقي، نتمنى كذلك الجمهور المغربي ما يبخل على فريق الفتح الرباطي لدعمه في البطولة هذه ان شاء الله.
سعادة عبد الله ناصر عبد اللطيف الفردان رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة السلة، سعدنا بلقياك في هذا اللقاء المتميز على ارض المملكة المغربية، وشكرا لاهل الامارات. شكرا لاهل المغرب على كرم الضيافه وحسن الاستقبال من رئيس لاصغر موظف في الاتحاد. الشكر لكم، شكرا على الاستضافه، نراكم عن قريب ان شاء الله، ونقول ان شاء الله القادم بخير باذن الله. شكرا لك سيد الرئيس. شكرا لكل مكونات المكتب الجامعي وكرة السلة الوطنية. كنا في هذا اللقاء الخاص مع رئيس الاتحاد الاماراتي لكرة السلة، فبموعد لاحق باذن الله.